فهمت ساعتها إن السوشيال ميديا interest أو comments لو أنت ما رديتش عليها في أسرع وقت ممكن يlose الinterest أو يروح لواحد competitor طالما هو عرف يوصل له قبلك. في فترة الreal estate دي أنا اتعلمت حاجات كتير، كنت لسه باشتغل social media specialist. إزاي قدرت أconvince الناس طب ما تيجي نجرب ads، إزاي بدأت أستخدم target audience مختلف وA/B test. بقيت أشوف الjourney كاملة، والjourney بتاعة الreal estate industry is very hard journey و very long journeys، من أصعب الjourneys اللي ممكن تشوفها. كل ده كنت باشوفه in house من أول ما الad يوصل للuser لحد لمّا ييجي المكتب ويشوف الوحدة في رسومات، ينزل يشوف الوحدة، وكنت باشوف إزاي ممكن يbounce على تفصيلة صغيرة، قسط أزيد هنا، مقدّم فكنت باحاول أtweak according to اللي أنا شايفه قصادي in house من data وغيره. كنت إزاي باbuild CRM، ما كانش في ساعتها lead generation campaign، فكنت بنحط link بGoogle form الناس تملى form. كنت ساعتها من الreal estate industry بتجمّع الdata من الcomments، اللي هو حد يسيب رقم تليفونه اللي وقتها تقريبًا حتى كان الsearch بتاع جوجل أنت اللي بتحجزه باين online من على جوجل representative، أنت بتبعت له الassets وهو بيشغلها لك، صح؟ مضبوط. وإزاي بقى build CRM، الCRM دي أدّي بيها access، هي مش CRM يعني كانت زي spreadsheet، بس كان بالنسبة لي ساعتها CRM tool. إزاي بيها أدّي access للsales على type of contacts معيّنة، منها أقدر أوزّع الcontacts بحيث إن أنا يكون each and every user بيقدّم الناس بتكلمه within maximum 48 hours.